السلام عليكم جميعا وكل عام وانتم بخير. هدخل في الموضوع على طول. سيادة الوزير محمود بيه توفيق، لو بتسمعنا، في سيدة اسمها حياة، والكلام ده للشرفاء اللي عندي. الست دي محترمة جدا. اول ما نزلت واتكلمت على اللاجئين، يقوم اللاجئين عاملين ايه بقى؟ شوهوا سمعتها في صفحة اسمها القاهرة، ومعرفش مصدر الصفحة دي ايه، وبنطالب بمباحث الانترنت ان شاء الله ان هم يعرفوا المصدر ده، عشان اتكلمت على موضوع اللاجئين. قالوا عليها ان هي بتتاجر في المخدرات وفي الاداب. وطبعا الست دي محترمة جدا، اقسم بالله انا لا اعرفها ولا تعرفني، ولا انا اصلا بعرف حد على التيك توك اصلا، بس يكفيني فخرا ان الست دي مصرية وبمليون راجل، واتكلمت في ملف اللاجئين كأن الموضوع زاد عن حده. الموضوع زاد عن حده. فطبعا شوهوا صورتها وهي صاحبة بيت وربة بيت، وإلا الأعراض. ودي ست مصرية ب100 راجل، بمليون راجل، وحقك علينا احنا اخواتك، وحقك على مصر كلها. واحنا عارفين طبعا ان اللاجئين هيعملوا اكتر من كده الفترة اللي جاية، عشان احنا بنطالب محمود بيه توفيق بفتح الملف بتاع اللاجئين والمفوضية اللي في الحي السابع اكتوبر. الناس مش عارفة تمشي، الناس مش عارفة تعيش حياتها، قاعدين في الارض، قاعدين في الجناين، بيعملوا حمام في الجناين، وده مش منظر. ومحدش يقول لي اصل كذا وكذا، لا، يا يتوكلوا على رب العالمين يا يشوفوا لهم حل. ولما جت في الصحافة يقول لك اصل هم مش عارف مين اللي بيتكلم وحاميهم. احنا ما فيش حد يدي كلمته جوه مصر ابدا، ما فيش حد يمشي كلمته على مصر ابدا مهما كانت الضغوطات. مصر ذو سيادة، وملف اللاجئين هيتفتح 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 هيتفتح. واللي عايش نظامي اهلا بيه، اللي مش عايز نظام، اللي مش عارف، اللي مش عايز نظام